السلام عليكم. اسهل وجبة عشاء اذا كنتوا حايرين ما تعرفون شو تسوون عشاء، هاي كفتة مال دجاج كلش هشة وطرية. عندي نص كيلو من الدجاج مفروم ناعم، راح اضيف عليه بصلاية متوسطة الحجم يعني مبروشة معصورة من المي، راح اضيف برشن ليمون وبهارات وسمسم وكرفس، وهعجن المقادير واضيف عليها تقريبا نص ملعقة طعام من النشا حتى تتماسك عندنا الكفتة، وضفيت ملعقتين طعام من الجبن الشيدر مبروش، ممكن تخلون اي نوع، وشوية من الكاتشب تقريبا نص ملعقة طعام، هذا الشي اختياري بس حتى يعطينا لون وطعم للكفتة. وراح اخليها ترتاح عندنا تقريبا 10 دقائق. اجيب طاوة تيفال واخلي بيها مسحات زبد او زيت، واخليها على نار متوسطة يعني مو نار عالية، واشكل الكفتة بايديا بعد ما اكورها واسويها شوية خفيفة، واسوي هذا الشكل حتى يطلع عنا فد شكل حلو للكفتة. طبعا انتو يعني كيفكم تشكلوها شكل عادي دائري اللي تحبوه، بس انتو شوية خففوها حتى يصير طعمها طيب. وابدأ اقلبها كل وقت حتى تستوي عندنا تماما الكفتة على نار متوسطة. ممكن تخلوها بالفرن هم يصير عادي، هنا قدمتها ويا الزبادي، طبعا كلش طعمها طيب ويا اللبن او الزبادي اللي تسموه انتو، هشة وخفيفة وطرية. ممكن تحتفظون من عندها الكمية اللي تبقى بحافظة وتخلوها بالفريز، وقت اللزم تطلعوها تحموها وتاكلوها وتقدموها ويا بطاطا مقلية او خضروات. ان شاء الله يا رب تجربوها، بألف عافية عليكم وفي امان الله.